السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد في مطبخكم، مطبخ دودي وماسة. كل رمضان وانتوا في أحسن صحة وأحسن حال. وكل رمضان واحنا دايما بنفكر ازاي نبهر حبايبنا بوصفاتنا الجديدة. عشان كده قررت النهاردة أعمل معاكم جلاش باللحمة المفرومة بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية. شكله هيبهرك وهيشرفك قدام كل حبايبك، وهتحبوه جدا. تعالي أوريكي كده هو شكله من جوه عامل ازاي. هنفتحها بالسكينة. شايفين الجمال؟ غرقان حشوة، مقرمش من بره وجوسي وخطير من جوه. وتعالى اقولك هنعملها ازاي. هتجيبي طاسة على النار، وهتنزلي عليها بمعلقة كبيرة من السمنة او الزبدة او اي مادة دهنية انت بتحبي تشتغلي بيها. وهتقلبي السمنة على الطاسة لحد ما تسيح وتسخن. كده اتأكدت ان السمنة دابت معايا خالص وسخنت. هجيب بصلاية كبيرة مقطعاها قطع صغيرة وهنزلها على السمنة. وهقلب البصل والسمنة مع بعض لحد ما البصل يتشوح نص تشويحة، يبتدي بس يتبل، ما يتقليش كله، ما يتحمرش كله او ما يستويش كله. ابتدى كده يدبل معايا وابتدت ريحته تبقى مميزة مع السمنة زي ما انتوا شايفين قدامكم. هجيب 5 فصوص توم مقطعين وهنزل بيهم على البصلة، وهستمر في التقليب. كده البصلة استوت معايا خالص، والثوم كمان استوى، وفعلا الريحة مميزة جدا. عند الخطوة دي هنزل ب500 جرام من اللحمة المفروم، هضيفها على البصل والثوم والسمنة. وهفضل اقلب لحد ما اللحمة لونها يتغير معايا، يتغير من اللون الاحمر للون الرصاصي. كده ابتدت تتشوح معايا ولونها يتغير. هستمر في التقليب لحد ما اللحمة كلها تاخد اللون الرصاصي واللون الاحمر ده يختفي تماما. كده اتشوحت معايا كلها زي ما انتوا شايفين. تقدري تكتفي بالخطوة دي وتضيفي التوابل، او تعملي زيي وتضيفي الخضار بيديلها طعم مميز جدا، عشان كده انا بزود عليها خضار وانا بشوحها. الخضار بتاعي اللي انا استخدمته دي جزراية كبيرة، ودي نص ثمرة فلفل احمر متقطعة. هنزل على العصاج بتاعي بيها، وهقلب لحد ما يمتزجوا مع بعض. الجزر بيدي للحمة المفرومة نكهة مميزة جدا، وبينقل معاها طعم الحتة تانية خالص. بعد كده هنزل بنص ثمرة فلفل أصفر متقطعة ونص ثمرة فلفل أخضر، وهستمر برضو في التقليب. وآخر حاجة هنزل بطماطماية متوسطة متقطعة، ما تكونش ناشفة، عشان أنا محتاجة السوائل اللي فيها. وأستمر في التقليب زي ما انتوا شايفين. واستمرار التقليب خطوة مهمة جدا، لأن أنا مضفتش سوائل. بعد كده التوابل، هحط ملح نص معلقة، رشة فلفل أسود، رشة بهارات لحمة، وشوية بابريكا مدخنة. وهستمر في التقليب.
هلاحظ كمان شوية ان الخضار هيبتدي ينزل السوائل بتاعته مع اللحمة المفرومة، ودي اللي هتسوي اللحمة المفرومة لان انا مش بضيف لها اي سوائل. زي ما انتوا شايفين السوائل ابتدت تنزل، سواء من الجزر او الطماطم او الفلفل. هنا عند الخطوة دي هغطي اللحمة المفرومة وهسيبها 7 دقايق بالكتير هتكون استوت معايا. شايفين السوائل ابتدت تنزل ازاي؟ تعالوا نغطيها ونسيبها لحد ما تستوي وبعدين نرجع لها تاني. تعالوا نبص على اللحمة كده، سيبناها حوالي 7 دقايق ونختبر سواها نشوفها استوت ولا ما استوتش. هي اتشربت كل السوائل اللي فيها، ودي خطوة مهمة انا عاوزاها. هي كده استوت تمام وطعمها مظبوط زي ما انتوا شايفين، علشان لو فيها سوائل وانا بحشي الجلاش بالسوائل هيبوش معايا، فانا عاوزاها كده. هطفي عليها بقى وهسيبها تبرد تماما، مش هاجي ناحيتها غير لما تبرد خالص. تعالوا اوريكم هنعمل ايه بعد كده. انا جبت لفة جلاش 500 جرام، نص كيلو، فضيتها في الصينية وغطيتها بالفوطة علشان ما ينشفش معايا، لان الجلاش بيبقى رقيق قوي وبينشف بسرعة لو اتعرض للهواء. وتعالوا نعمل الخلطة اللي هسقي بيها الجلاش. معايا كوباية من الحليب، هحطها في المج الكبير. هنزل عليها ببيضاية واحدة، ومعلقتين سمنة سايلين مدوباهم على النار، وهحط الملح، نص معلقة ملح، ورشة فلفل صغيرة، واخر حاجة نص معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، ودي اللي هتخليها مورقة معايا وهتديلها قوام منفوخ كده وحلو. وهقلب الخليط كله مع بعض بالشوكة لحد ما البيضة تدوب معاهم تماما. زي ما انتوا شايفين البيضة اختفت معايا تماما، وده القوام اللي انا عايزاه. هحط الخليط ده على جنب وهرجع للجلاش بتاعي تاني. هبتدي اسحب طبقتين بطبقتين، وراعي ان كل مرة اخد فيها جلاش ارجع اغطيه تاني عشان ما ينشفش مني. اسحب بالراحة عشان ما يتقطعش لان هي ورقتها تبقى ضعيفة قوي. وافرد ورقتين فوق بعض كده وابتدي اجيب الخليط بتاعي واسقي بيه الجلاش من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه، واتاكد ان الخليط طال كل الجلاش، ما عملتش جنب وجنب لا. وهجيب اللحمه المفرومه وباكد عليكم تاني تكون بارده، وهبتدي اوزعها بايدي كده، وهحط تاني شويه واسويهم بايدي كده علشان خاطر الدنيا تبقى مظبوطه معايا، ما يبقاش جنب فاضي وجنب مليان. وبعدين هقفلهم من الجنبين بالشكل ده، واخدها من فوق كده وابتدي الف بالراحه. مع اخر جزء هدهنها شويه كمان بالخليط علشان ما تفكش معايا، واركنها على جنب وبرضو اغطيها. وهعمل قدامكم واحدة تانية بنفس الطريقة، هدهنها كلها بالخليط واتأكد ان الخليط طالها كلها.
واحط اللحمة المفرومة، اسويها بايدي، واقفلها من الجنبين، من الجنب ده ومن الجنب التاني، وابتدي الفها بالطريقة دي. شفتوا كنت هنسى، ومع اخر جزء ادهنها تاني عشان تلزق معايا والفها. اخلص بقى كل الكمية اللي عندي وارجع لكم. خلصت كل الكمية اللي عندي، هجيب الصينية بتاعتي اللي هسوي فيها، وهحط سمنة تحت، هدهنها سمنة من تحت. هوزع السمنة كويس على كل جوانب الصينية. هوزع السمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كويس، وبعدين هبتدي ارص الجلاش في الصينية. طبعا علشان مغطياه لسه محتفظ بطراوته، لو ما غطيتيهوش هينشف والوش هيكسر معاكي. رصيناه كله، هدهن وش الجلاش كله بسمنة. وانا بسوي الجلاش على مرحلتين، اول مرحلة بدخله الفرن 3 دقايق بس وهو سخن، واطلعه تاني وبسقيه بالخلطة بتاعته وارجع ادخله. كده بقى هدخله الفرن شوية واطلعه كمان 3 دقايق. طلعته كده من الفرن بعد ما اتشرب السمنة والوش نشف شوية. هجيب الخليط بتاعي وامشي بالراحة كده على كل جلاشية عشان اتأكد ان هو شرب الخليط كله، مفيش حتة ما طلهاش خليط، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا ندلعها بقى كده بشوية سمسم، هيخلي شكلها جميل بعد السوا. وشوية حبة البركة. يا سلام عليكي وعلى أفكارك يا دودو. ونرجع ندخله الفرن تاني لحد ما يستوي، وبعدين ارجع لكم. وخرجنا الصينية بتاعتنا من الفرن، وكان شكلها خطير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسلك واحدة واوريكم ظهرها عامل ازاي. انا ما ولعتش عليه من فوق، هو استوى لوحده من فوق ومن تحت وخد اللون الذهبي الخطير ده. اسلك لكم واحدة بس واوريكم شكلها من ورا عامل ازاي. هي سخنة، مش عارفة اتعامل معاها عشان سخنة. بسم الله. شايفين شكلها ذهبي من فوق ومن تحت ورهيبة، وواثقة انها هتعجبكم جدا. قدمتها لهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وانبهروا بيها، وطلبوا مني اعملها لهم كده على طول. وكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. يا رب تكون عجبتكم بجد، ولو عجبتكم ما تنسوش تضغطوا على زرار اللايك وتشتركوا في القناة بتاعتي، قناة مطبخ دودي وماسة. ومن هنا لحد ما نتقابل في فيديو جاي ان شاء الله، اسيبكم في رعاية ربنا وامنه. السلام عليكم ورحمة الله.